العادة السباب اللعان اللي دايما بيتلذذ بشتايم الناس او بسبهم وقذفهم، مخلاش ولا بعد عنه ابراهيم فايق. ففي مداخلة امبارح قال: انا يا ابراهيم يا فايق تاخدني غسيل ومكوى؟ ده انا هاخدك انت ووالدتك غسيل ومكوى. ده نص الكلام اللي قاله امبارح. يرد النهارده ابراهيم فايق المتربي الراجل الجدع ويرد ويقول: انا بعيش الحياة مرة، هعيشها بكرامة مرة، ما هي هتتعاش مرة واحدة بس. وهو بيقول او بيوجه رسالة للسباب اللعان وبيقول له نصا كده: انا ذكر عليك وعلى اي حد من امثالك. ناس قالت له ما تردش، وناس قالت له الصمت لغة العظماء، وناس قالت له مش عارف ايه، ولكن هو قال لك كل الكلام ده على جنب. لا، انا اعرف اخد حقي بالقانون، اعرف اخد حقي بالقانون. من اساسا واحد لو جيت تروح تعمل له فيش وتشبيه مش هينفع، لانه عنده قواضي، لانه محتاج اساسا يتسجن الاول وعليه شهر حبس وهو هربان منه. وكالعادة الامور دايما في نادي الزمالك تدار بالجعجعة من هذا البغبغاء لحد ما نشوف ايه اللي هيحصل جديد في نادي الزمالك. امام عاشور خلاص ميتلاند عملوا معاه يعني خلصوا معاه كل الاتفاقات، وباقي بس الرطوش الاخيره. واللاعب من الاخر عايز ينفد بجلده، عايز يخرج ينفد بجلده بس. ولكن دي كانت المقدمه قبل بس ما اتكلم يعني عن الاحداث اللي بتحصل في نادي الزمالك. تعالى لي الاول بس اكلمك عن النادي الاهلي. والنهارده كانت اخر تمرينه رسميه للنادي الاهلي قبل انطلاقه بقى للمدينه الثانيه، عشان هيبدا ان شاء الله يجهز للمباراه بكره الساعه 9 بتوقيت القاهره مع اوكلاند سيتي. مباراه مهمه. دلوقتي قبل ما تيجي تكلمني عن اي حاجه هنتكلم فيها سهل جدا، بس الاول انت بتدعم كولر، انت بتدعم قرارات كولر، وانت ورا النادي في اي حاجه، واللي الاهلي يحتاجه جمهوره وراه وسداد. طيب تعالى بقى للكلام الجانبي شويه. دلوقتي طلع كلام ان برونو سافيو، شادي حسين، ايمن اشرف، مخلوف، اللعيبه دي مش هتكون موجوده في القائمه الاساسيه في كأس العالم للانديه. تمام. في كلام تاني طلع وقال لك ان برونو سافيو زعلان من كولر ومقموص وان هو مش موجود في كاس العالم للانديه، وده كان حلم من احلامه، فهو دلوقتي مش موجود فهو زعلان وغضبان. الكلام ده غير صحيح، وبالتاكيد هتشوف الصور بتاعه برونو سافيو وهو في التدريبات وبيضحك والدنيا جميله ومستقره ومفيش اي حاجه. طيب خلينا نتكلم فني شويه. عندك برونو سافيو وعندك شادي حسين، الاتنين دول مش موجودين. طب انت ممكن تتفاجئ اكتر ببرونو سافيو. انا جايب الراجل ده محترف، فهو جاي ازاي ان هو ما يبقاش موجود؟ الحقيقه ان برونو سافيو رتمه اقل بعد مباراه السوبر، ورتمه قل، وكمان الاصابه اللي جات له. ما عنديش مشكله في الاصابه، وما عنديش مشكله ان كمان الرتم بتاعه بدا يقل، لكن الراجل لسه هيشوف، لسه معاه الفرصه. برونو سافيو زي ما قلنا ما نحكمش على التجربه، ما حدش يطلع يقول لي برونو سافيو ده لعيب كويس ولا اي كلام وكان بالونه والاهلي لبسها وخلاص. لا، لحد دلوقتي ما نقدرش نحكم، لحد دلوقتي هنسيبه يكمل شويه مع الفريق وبعد كده نحكم. طبعا كولر اداله فرصه ولا لا؟ اداله فرصه. الراجل بقى ما استغلش الفرصه دي، وبرونو سافيو هيعتبر ان دي قرصه كبيره من كولر، عشان اللي جاي لازم تثبت نفسك. اثبتت نفسك اهلا وسهلا ومرحبا بك في قلعه البطولات، ولو ما اثبتش نفسك فاقرب طريق وهتمشي من النادي الاهلي، عشان محتاجين اساسا غيرك. فده بالنسبه لموضوع برونو سافيو. بالنسبه لشادي حسين، انت جاي يا شادي وانت نجم، وانت نجم في سيراميكا كليوباترا، محدش يختلف على كده، ولكن الراجل مستني منك كتير. يمكن دي تفويقه عشان اللي جاي ان شاء الله يبقى افضل لشادي حسين. اوكلاند سيتي مباراة مهمة جدا
للنادي الاهلي بكره. لما نعديها ان شاء الله هيبقى قدامنا مباراة مع بطل امريكا. خلي بالك طريقنا لمواجهة ريال مدريد سهل مش صعب، محتاج بس التركيز والدعم. وتعالى بقى اكلمك على حتة تانية خالص، حتة مش بعيدة عن النادي الاهلي. يعني ايه كلمة ابن النادي؟ يعني اشتراني وما بعنيش، يعني الفلوس ما غرتش عينيه. بتكلم على الشناوي، بتكلم على الشناوي حارس المرمى وقائد للنادي الاهلي وكابتن من كباتن الفريق. بتكلم على الشناوي اللي بيدي دروس يعني لكل لاعب صغير قبل الكبير، بيدي دروس لكل الناس لكل المنظومة. لو هتتكلم على الفلوس فجاله عرض من النصر السعودي يزغلل عين اي حد ده دلوقتي، وجاله عرض من ويجن الانجليزي احتراف وشوف بقى الدوري الانجليزي وعظمته. وبعدين سنك خلاص، يعني هو ده الوقت بتاعك، يروح النصر السعودي وزامل كريستيانو رونالدو واخد تقريبا حوالي 4 مليون دولار، ورقم مش سهل ومش قليل وما يترفضش. ولكن ركن كل ده عشان خاطر حاجة واحدة بس، مصلحة النادي الاهلي. واوعى تفكر يا شنو ان الاهلي او الجماهير بتاعته بتنسى المواقف دي. المواقف دي محفورة في قلب كل اهلاوي، عمرها ما بتتنسى. زي ما الخطيب كده انت شايف له رصيد، رغم تتفق او تختلف، له اخطاء في الادارة، ولكن لا تختلف ابدا على ان الاهلاوية كلها مجمعة على حب الخطيب، اسطورة. نفس الكلام لا يقل عنه محمد الشناوي وعن اللي عمله، خلى كل المصالح الشخصية ومستقبله مستقبل عياله كل ده على جنب. الاهلي اللي عملني، الاهلي اللي خلاني. فاحنا مدينين بنفضل للشناوي، والشناوي على راس كل اهلاوي من فوق بسبب مواقفه وبسبب رجولته. نرجع بقى نروح لاخر اخبار وهي تخص نادي الزمالك. دلوقتي فتوح غاضب جدا من نفس الشخص المسؤول في نادي الزمالك اللي له الحق في اي حاجة وفي اي وقت لأي حد. ففتوح دلوقتي زعلان، والكلام الاكيد ان فتوح حاليا هربان، او مش هربان بقى، نقدر نقول ان هو مسافر تركيا. ولكن سفره لتركيا ده ما هو بس الا ان اول ما هتجيله النتيجة بتاعة العينة اللي هو سلبية العينة بتاعة المخدرات اللي طلع واتكلم عنها مرتضى منصور وقال لك جاي لنا من برشلونة، وان هو بيبارك لفتوح وعبد الله جمعة اللي اساسا ما عندهمش حاجة وما خدوش حاجة، الى ان رئيس النادي هو اللي طلع وقال الكلام ده. ولكن فتوح مستني ياخد العينة ويروح على طول جري على الفيفا عشان يفسخ العقد بتاعه. نادي الزمالك بيتهد واحدة واحدة بسبب شخص واحد بس. جميع جماهير نادي الزمالك متفقة ان الشخص ده هو السبب في فشل نادي الزمالك. مشي فيريرا، بعدين فيريرا هنعينه مستشار فني للكورة، بعدين بنفكر ان احنا نرجع فيريرا تاني. شوف سبحان الله، أسامة نبيه يبقى مدرب، سبحان الله أسامة نبيه يعمل مبادرة ويطالب ان جوزفالدو فيريرا يجي ويمسك تاني النادي. يطلع جنب امام عاشور ويقول له ها يا امام، محتاج تكمل في الزمالك ولا هتسافر بره لميتلاند الدنماركي؟ لا انا عايز اسافر وعايز احترف ومش عارف ايه. اصل الناس بتقول ان انا اللي بطفشك. انسى ان طارق حامد طلع امبارح وعمل فيديو غريب جدا، طلع وحكى كل التفاصيل اللي حصلت معاه، طلع وكذب المستشار مرتضى منصور، وفضيحة للمستشار مرتضى منصور او لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. فضيحة جديدة وكذبة جديدة من الأكاذيب اللي بتلم بنادي الزمالك، الأكاذيب الكتيرة اللي ملهاش أول من آخر. وطلع وقال كل الحقائق، وقال إنه حتى المستحقات اللي سابها النادي الزمالك أرغموا إنه هو يمضي عليها على أساس إنها غرامات على اللاعب وهي 9 مليون جنيه. دي حاجة كمان، إن طارق حامد أساسا كان لسه في عقده موسم، فجأة شاف الاستغنى بتاعه مبعوت لبيراميدز.
ويلا روح بيراميدز، من غير ما ياخدوا رايه، من غير ما يقولوا له اي حاجه. فتدار نادي الزمالك بالبطيخ، بميه المخلل، كله عايش كده في ميه المخلل وشغال قاعد يقدف في ميه المخلل. فده اللي بيحصل في نادي الزمالك. الله يكون في عون جمهور نادي الزمالك. حاجه ما تنساش، لازم كلنا نشجع الاهلي بكره وندعم النادي الاهلي في المباراه المهمه مع اوكلاند سيتي، ولازم نكون كلنا على قلب رجل واحد، عشان النادي الاهلي رحلته لسه قدامها شويه وبقيله تكه صغيره خالص، ونلعب بقى على نص النهائي مع بطل العالم، مع ريال مدريد، بعد ما نعدي ان شاء الله اوكلاند سيتي بكل تركيز وبكل ثقة. ورجالتنا قادرة انها تعدي اوكلاند سيتي وقادرة انها تعدي بطل امريكا، وان شاء الله نواجه في المباراة الثالثة ريال مدريد ونعمل المفاجأة. مش طمعانين، احنا مش طمعانين، احنا عادي رضا قوي نوصل ريال مدريد، نخسر من ريال مدريد، نلعب ثالث ورابع، عسل قوي، اتعشت بالنسبة لنا، مش عايزين حاجة اكتر من كده. يعني انا بالنسبة لي انا راجل اهلاوي، انا اتعشت قوي على كده. فنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، وما تنساش انت الداعم الوحيد ليا يا صاحبي، فتنزل حالا 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 تشترك في القناه وتفعل زر الجرس لو انت لسه جديد، وتدينا اللايك الجميل، واشوفك على خير، وصلى على النبي، والسلام عليكم.